عليكم مشاهدينا الكرام. بطبيعة الحال اليوم جيتكم بفيديو جديد. بطبيعة الحال اللي غادي نتحدث لكم بعض الامور التكتيكيه والفنيه اللي كيمتاز بها المنتخب الفريق التنزاني، بالرغم انه كيرتكب بعض الاخطاء يعني التكتيكيه. هو فريق ليس بفريق جيد، ولي فريق انه فريق كبير، وانه يعني من ابرز المرشحين يعني في الكاس افريقيا، وانه غيمشي لادوار اقصائيه. ولكن بطبيعه الحال عنده بعض الامور الفنيه التكتيكيه اللي غادي نناقشها معكم، وان شاء الله غادي تستافدوا في نعطيكم معلومات اللي غادي تفيدكم في هذا الفيديو، باش تاخذوا واحد نظره شامله على يعني المواجهه التي ستكون غدا ان شاء الله. بطبيعه الحال يوم الاربعاء بطبيعه الحال في 9 مساء، المواجهه التي ستكون ضد المنتخب المغربي. ف باش هي الورقه باش كل شيء واضح لكم، جميع الافكار والتكتيكيه والاسلوب اللي كيعتمد عليه المنتخب التنزاني. بطبيعه الحال عندهم اللاعب زامبيا، يعني اللاعب 10، يعني صانع اللاعب، هو كيكون في الجهه اليسرى في وسط الميدان، وكيدير الادوار، كيقوم بالادوار الدفاعيه، كيتراجع بعد الخلف وكيعطي التحولات الهجوميه، يعني من ناحيه السرعه في اللاعب، المهارات الفنيه. يعني هذا اللاعب يقدر يصنع الفارق المنتخب الزامبي. بطبيعه الحال المنظومه التكتيكيه اللي كيعتمد عليها زامبيا، بطبيعه الحال 4-5-1، انتشار جيد على رقعه الميدان، والتكتل الدفاعي يصعب المأموريه على الفريق المنافس. يعني بطبيعه الحال المنتخب المغربي في الاختراق داخل منطقه الجزاء. حنا كنعرفوا ان الاسلوب ديال الفريق المغربي من نقاط القوه ديالو هو انه كيعتمد على العرضيات، وكيعتمد على يعني الاختراق على الاطراف، اما من الجهه اليمنى او الجهه اليسرى. ولكن حنا كنعرفوا ان عندنا نقص حاليا في الظهير الايسر، يعني اللي غيعطينا اختراقات ويعطينا بطبيعه الحال تمريرات طويله وكذلك العرضيات. فبطبيعه الحال يعني اغلب الهجمات تاتي من الجهه اليمنى عن طريق اللاعب بطبيعه الحال السياج، ثم حكيمي وأناحي الذي يقومون بتبادل الكره وصناعه الهجمات. بطبيعه الحال كنشوفوا ان بطبيعه الحال فريق زامبيا يمتلك لاعبين مدافعين طويلي القامه، ويمنعون الكرات العاليه والمتوجهه في العمق. يعني اغلب الكرات اللي كانت كتجي من عند الفريق الكونغو الديمقراطي، الكونغو الديمقراطيه، يعني كيقوم ببناء الهجمات. فبطبيعه الحال كان كيعتمد على الكرات الطويله اللي كانت اغلبها تكون يعني لا تؤتي اكلها. بطبيعه الحال هناك امر فني تكتيكي اخر اللي غنذكر معكم، هو ترك بعض الفراغات من المدافع الايسر وسوء التغطيه الدفاعيه. يعني كنشوفوا ان المنتخب التنزاني هو يعني يتكتل دفاعيا، يقوم بغلق المساحات، ولكن يترك بعض الفراغات، بالخصوص في قلب الدفاع، في الظهير، ماشي الظهير الايسر، اللاعب في الجهه اليسرى في قلب الدفاع. يعني يقوم بالتقدم كثيرا ويترك بعض التمريرات اللي كتجي من وراء الظهر ديالو، اللي كتسمح للفريق المنافس انه يستغل هذا الامر. اذا هذا الامر خاصنا ناخذه بعين الاعتبار. غنشوف معكم امر اخر، هو انتشار جيد في مساحات الملعب، وذلك للخروج من المساحات الضيقه، وعند فقدان الكره يمارسون الضغط العالي على حامل الكره. اذا فهما كيمتلكوا الكره، ولكن ما كيقدروش انهم يبنوا الهجمات بشكل جيد، ولكن ملي كيفقدوا الكره كيقوموا باسترجاعها باقل وقت. ويعني اغلب الكرات، بعض الكرات كيقوموا باسترجاعها، ولكن الفريق ما عندوش هذيك الامكانيات العاليه. لاعبين يعني فيزيكمون وتاكتيكمون انه قادر انه يتحرك بطريقه جيده ويغلق المساحه على اللاعب اللي غادي يتواجه معاه في الصراعات الفرديه او في الصراعات الثنائيه. فبطبيعه الحال الامكانيات ديال الفريق الزامبي يعني امكانيات يعني ضعيفه، ماشي واحد المستوى عالي جدا. وتنقصهم الفاعليه الهجوميه، يعني في اغلب التحولات الهجوميه او في بناء الهجمات المرتده يعني تتكون يعني غير صائبه وما لا تؤتي اكلها. يعني بطبيعه الحال هذا امر جيد المنتخب المغربي انه يقدر يخرج يلعب الكره، يعني يقوم ببناء الهجمات وكذلك بالاندفاع الجيد وبناء اللعب من الخلف
ولعب التمريرات وكذلك القيام حتى بالادوار الدفاعيه. يجب ان ناخذ حذرنا من المنتخب الزامبي، لان المنتخب الزامبيا غدا عنده روح الفريق ستكون عاليه جدا، لانهم عندهم مباراه فاصله يمكن ان تضعهم في الوصافه المجموعه والتاهل الى الدور الثمن النهائي. واحد الامر فني اخر من ناحيه الامور التكتيكيه، يتركون مساحات كثيره في بعض الاحيان على الجهه اليمنى. يعني الجهه اليمنى يعني كيخليو واحد الكولوار خاوي، يعني ما كيضيقوش المساحات في وسط الميدان كثيرا. يعني هذا يعني غادي نظن ان المدرب وليد الكراكي ومع المحللين ديال تقنيه الفيديو غادي يعرفوا بان هذيك المساحه يعني كتكون كاين واحد الفراغ تماك في هذه الجهه اليمنى، يمكن ان تستغل الجهه اليسرى عفوا، يمكن ان تستغل من اللاعب بوفال الذي يجيد في الصراعات الفرديه في الاختراق وكذلك في المراوغات. اذا انا كرأي الشخصي ديالي كنشوف ان يجب ادخال اللاعب امين عدلي غادي يعطينا واحد انسجام تفاهم بين اللاعب أناحي وكذلك في بناء هجمه من الجهه اليسرى الجهه اليمنى، نعم من الجهه اليمنى في وسط الملعب، حين يجب ان تستغل في بناء الهجمه بشكل سريع من الظهير الايسر يحيى عطية الله وكذلك اللاعب بوفال، ويجب ادخال امين عدلي. غادي نشوفوا هذه الامور التكتيكيه الاسلوب اللي غادي يعتمد عليه غدا ان شاء الله المدرب وليد الكراكي. شكرا لكم على المتابعه، نتلاقاو في فيديو جديد، السلام عليكم.